السلام عليكم متابعيني الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. اول شغله الشفره مخليها لين شعري ما مشطه. يعني اليوم ان شاء الله راح اتكلم وياكم عن منتج، بما انه تقريبا بعد 10 الى 15 يوم راح يبدا العام الدراسي الجديد بالجامعات وبالمدارس، ولذلك راح اتكلم وياكم عن هذا المنتج. هذا المنتج راح يكون منتج كلش مهم وبنفس الوقت كلش مفيد لاي طالب جامعه بالدرجه الاولى، طلاب الجامعات، لان عندهم محاضرات هواي وملازم هواي واستنساخات بشكل يومي تقريبا. فهذا المنتج واللي هو طابعه، صح انه حجمها صغير وما تبين انه هي طابعه تقليديه اللي نعرفها الحجم الكبير، لكن لا، راح اتكلم وياكم عنها، اشرح لكم عنها شلون تشتغل، ايش قد سعرها، من وين تحصلوها، كل هاي التفاصيل واكثر ان شاء الله راح تحصلوها بهذا الفيديو. أنا محمد وأهلا بكم بهذا الفيديو. الكرتون نوخره على صفحة، نجيب الطابعة نفسها. هذه هي الطابعة، الحجم كلش صغير، يعني كطابعة فكلش صغيرة. سويت هاي الأوراق أنا عندي، هي الطابعة ما مخصصة للصور، وأنا راح أسوي صورتي، طباعة صورتي. الآن راح أشوفكم طريقة عمل هاي الطابعة، كلش سهلة. الطابعة حرفيا ما بيها اي دقمه. عندك هنا منفذ واحد فقط تايب سي، راح يكون هو نفسه للشحن، وبنفس الوقت هذا المنفذ راح يكون مخصص انه تربط حاسبتك او اللابتوب مالتك عليها. طبعا هذا الربط راح يكون سلكي بكل تاكيد، والسلك راح يكون موجود هنا بالكرتون مالت الجهاز، لكن برايي الشخصي اشوف السلك هنا ما له داعي نهائيا، لان عن طريق بلوتوث راح تقدر تكمل اي شغله عندك. عندك هنا هذا مثل زر مال الطاقه، تظل دايس عليه. اعتقد لازم اخليها بالقاع، بالضبط لازم تخليها على القاع. ما اشتغلت لما كنت معلي ايدي. الان شو تسوي بكل بساطه؟ طبعا اكو تطبيق خاص بهاي الطابعه او بالشركه مالتهم، اسم هذا التطبيق هو هير برنت. راح اخليكم الرابط مالته والشكل مالته كله بالوصف. الان اول ما تسوي راح تشغل بلوتوث. بعد ما تشغل بلوتوث على جهازك الموبايل راح يصير اقتران تلقائي، وراح يصير اكو اتصال بين الطابعه والجهاز مالتك. الان راح اسوي لكم تسجيل شاشه على مود يكون يمكم كل شيء واضح، يعني كخطوات اسويها على الموبايل قبل لا احصل الطباعه على الطابعه نفسها. راح يكون عندنا الواجهه بهذا الشكل، عندك 4 اشياء، في حال كانت الاشياء اللي تستنسخها موجوده بالملفات تروح على الدوكيومنتس، واذا كانت موجوده بالمعرض او بالاستوديو عندك تروح على البيكتشرز. بشكل عام ملفات يا اما تكون بالمعرض حافظها على شكل سكرين شوت او ايا يكن، او تكون بشكل ثاني واللي هو بالملفات. الان انت كطالب يعني فاكيد راح تكون بالملفات غالبا. نروح على المعرض، خلينا نختار فد صوره معينه يكون بها كتابه. مثلا عندي هاي الصوره اريد اطبعها واطلعها انا عن طريق الطابعه هاي. كل اللي عليك تسويه شغله كلش بسيطه، اذا كان عندك اي تعديل على الصوره قبل لا تطبعها تقدر تسويها من خلال التطبيق نفسه، وهاي شغله كلش حلوه بصراحه. كل شيء تمام، ما راح اعدل اي شيء، فراح اروح على خيار الطباعه اللي موجود باعلى اليمين. الان راح يكون عندك مجموعه خيارات هنا، تقدر تخلي الخط اسود بشكل اكثر، يكون يعني عميق اكثر، تقدر تخليه فاتح اكثر، تقدر تصغره او تكبره بالنسبه للورقه. طبعا الورقه اللي هنا المستخدم راح يكون ورق اي 4. تمام. تريد نسخة واحدة أكثر من نسخة تحدد من هنا، أنا راح أختار نسخة واحدة بس. الآن قبل لا تدوس برنت أو طباعة لازم يكون عندك ورق الاي 4، أو إذا مجموعة ملفات تختار مجموعة أوراق. هذه هي الطابعة قدامي وهذه هي الورقة. نخلي الورقة بالطابعة. الآن الورقة محطوطة بشكل صحيح. كل اللي عليك تسويه الآن تضغط على كلمة برنت. الموضوع بصراحة كلش سهل، كلش بسيط، وبنفس الوقت كلش سريع. خلي اشوفكم النتيجة الآن. والآن هذه هي كمل. ما ادري اذا يبين وياكم لو لا، ولكن الطباعة مالته كلش واضحة بصراحة. يعني بصراحة بالنسبة لطابعة تجي بهذا الحجم، فالنتيجة اللي تحصلها بصراحة كلش ممتازة. الآن لما نشوف هاي الطابعة تكون مناسبة، بما انه انا قلت في البداية انه احنا على اعتاب بداية عام دراسي جديد، فافضل فئة ممكن يفيدهم هذا الاختراع بصراحة هم طلاب الجامعات حاليا. مو كل الطلاب حاليا يكون عندهم الامكانية اولا والرغبة انه يدرسون ويتابعون محاضراتهم عن طريق القلم الالكتروني، عن طريق الايبادات مثلا. فالبعض يفضل الطريقة الورقية بالدراسة، واللي شخصيا اتفق معاها، يعني اشوفها تخلي الواحد يركز اكثر، لان الموبايل بالنهاية هو جهاز يشتتك. لكن البعض اكو يفضل الطريقة الورقية بالدراسة والقراءة وهاي الامور. وبصراحة اتفق اني مع هذا الموضوع. فهذول الناس راح يكون هذا اختراع كلش مفيد بالنسبة لهم. مثلا عندك امتحان وعندك ملزمة لازم تستنسخها بشكل ضروري، فبدل ما تروح للسوق اذا كان بيتك بعيد وكل هاي الامور، لا، هنا الموضوع راح يكون سريع وبسيط وسهل جدا. يعني اي واحد من خلال مرة واحدة راح يعرف شلون يستعمل هاي الطابعة بكل بساطة. الان من وين تشترونها وش قد سعرها؟ بالنسبة للسعر، هاي الطابعة سعرها هو 195 ألف دينار عراقي. الحبر مالتها او هاي بكرات الحبر، بصراحة انا ما عندي خبرة بالطابعات بشكل كبير، لذلك سألت عليها قبل لا اجيبها. فسألت شركة النبع اللي هو الطابعة متوفرة عندهم بفرع الموصل وفرع بغداد ايضا، فقالوا لي ان الحبر هذا او اوراق الحبر هاي
اسعارها تكون لللفه الوحده او هيك شيء تكون 3000 او 2000 ونص، فيعني كلش رخيصه بالنسبه لعدد المرات اللي راح يكون بامكانك استخدام الطابعه من خلالهم. فيعني فشي كلش بسيط، سعرها رمزي، وبنفس الوقت راح يمشيك فتره طويله. فمثل ما قلت هاي الطابعه راح تلاقونها متوفره عند شركه النبع بالموصل، طبعا بكل تاكيد عندهم توصيل لكل محافظات العراق. راح اترك لكم رابط الانستغرام مالتهم، وبنفس الوقت ارقام التواصل وياهم في حال حبيتوا تطلبوها باي مكان، بصره، بغداد، اي مكان، عندهم توصيل لكل محافظات العراق. هذا كان الفيديو بكل بساطه، حبيت اتكلم عن هاي الطابعه لانه شيء له علاقه بالمحتوى ايضا، وبنفس الوقت راح تكون مفيده، انا متاكد راح تكون مفيده لهوايه ناس بالاخص بهاي الفتره. فاتمنى الفيديو نال اعجابكم. بالنهايه خلوا لايك واشتركوا بالقناه، الموضوع هذا يعتبر دعم جدا كبير بالنسبه لي. وها هي، انا محمد، اشوفكم فيديو جاي.